حرام عليك جول دي. شوف على فكرة احنا جايين نسولف مع بعض، مو كل واحد جالس لحاله. كمان طناش في موضوع باخذ رايكم فيه يا اخي. ايش رايكم شباب؟ نسوي برنامج كذا على اليوتيوب يكون مفيد كذا ويخدم المجتمع، ايش رايكم؟ والله نحط الفائدة مع المتعة. يا عمي كل اللي بيتكلموا في اليوتيوب وسووا بينتقدوا المجتمع. يا عمي لا تضيع وقتنا ووقتك. حلو انك تفكر المجتمع والكلام هذا، زي ما قلت لك ترى الموضوع مو جايب همه. سيدي صاحبنا اسماعيل حلقتين ووقف، كبر دماغك يا عمي. يا اخي حرام عليك جول دي. حبيبي احلامك الورديه في البيت جنب المخده، نام كده واخرج براحتك. احنا دحين عندنا مباراه، تفرج. يا جول، ايوه هي دي. اعزائي المحبطين، ليش كذا؟ حرام، والله حرام. ليش دائما الإحباط هو سيد الموقف قدام المبدعين والمفكرين وأصحاب الابتكارات أو أصحاب الناس اللي عندها حلم وعندها طموح؟ يجي واحد يقول لك والله أنا ودي أصير مثلا طيار، ودي أصير عالم، ودي، تلقى أقل أو أقرب الناس له يتريقوا منه أو يضحكوا عليه. طيب يا عمي روح نام بعدين تعال أحلم، روح أحلم بعدين تعال حقق حلمك. ويمكن هذول يكونوا أقرب الناس لك، ممكن يكونوا أصحابك، ممكن يكونوا أحبابك، ممكن حتى يكونوا أهلك. تيجي مثلا لوحدة من أخواتك تقول لها والله أنا عندي مشروع ودي أصير رجل أعمال كبير وما حد قدي، تقول لك يا عمي روح، أنت أصلا ربي ما حيوفقك. فاكر ذاك اليوم قلت لك وديني السوق ما وديتني؟ طيب وخير يعني. أو حتى يجيك يمكن بعض الآباء الله يهديهم أو بعض الأمهات يجي ولدهم يقول لهم والله أنا ودي أتخرج وأدخل الجامعة وبعدين الدكتوراه. طيب يا عمي يقول لك طيب قابل كتبك يا بابا وحاول إنك تنجح بس بالدف بعدين أحلم وما أدري. طب ليه يا أبي العزيز وليه يا أمي العزيزة؟ ليش هذا كله؟ ليش التحطيم؟ مو كفاية اللي بداخلنا؟ في أصلا داخل كل واحد حرب داحس والغبراء، من اعتقادات سلبية، من أوهام سلبية، من مخاوف، من أي شيء. الواحد صار يخاف يطلع أي فكرة أو أي حلم للناس اللي حوله أو المحيط اللي حوله، لأنه كل اللي حولنا ما شاء الله أو أغلبهم أو ممكن نقول 80% إلى 85% ما شاء الله عندهم إبداع وعندهم دكتوراه في التحطيم، في تكسير المجاديف. أنت ما تنفع، أنت ما تصلح. أو يجي ممكن واحد من أصحابك بينصحك وهو فعلا بس هدفه خير إنه ينصحك، لا يا أخي والله ما أنصحك تفتح المشروع الفلاني، والله غيرك جرب وما نجح. ايش عندك يا دوب؟ ايش تسوي هنا؟ ايش عندي؟ قاعد اتمرن. مرة ايش تسوي؟ لا يكون بده يدخل الرابحة الأكبر وأنا ما أدري. يا اخي نفسي يصير سمباتيك يا اخي، تخش محل ملابس على طول تلاقي مقاسك، ولا تاخذ سيارة الكشف وتنط فيها كذا بدون ما تفك الباب حتى. عجيب. حلوة أفلام حلوة. ايش بك لا تتجنن. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ما شاء الله احنا الأغلب هنا ما شاء الله ما عندهم إلا التحطيم والتكسير بالمجاديف. ما يجي أحد يقول لك خير ولا يعطيك دفعة معنوية ولا زقة معنوية كذا، لا، بس يحطمك ويكسر في مجاديفك. أذكر مرة كنا في اليابان، كانت في واحدة تشتغل مع الشباب العرب اللي واحدة يابانية اللي موجودين هناك، فكانت كل شويه تتردد عليهم، وكان الاخوان اللي هناك يقولوا لي والله هذه البنت ترى مره تحب العرب وقاريه عن الاسلام وكل شيء. فصرت اكلمها عن الاسلام والدين ولما تسلمي وما ادري. فصار كل الشباب اللي حولي يا ابوي روقنا، انت مسوي مطوع مسوي شيخ، اتركها يا ابوي بلا تقول لها دين بلا تقول لها اسلام. اقول له طيب وش اللي يمنع يعني؟ وش اللي يمنع اني اقول لها واتكلم عن الاسلام؟ انا وانت مسلم، كلنا مسلمين، ليش ما نتكلم عن الرساله اللي احنا نبغاها؟ بعد كم جلسة جلست معها جاتني قالت لي يلا مشينا نروح المسجد وأعلنت إسلامها.
أبدا ما تتنازل عن مبادئك وأحلامك وطموحك عشان ناس سمعتهم ممكن يكونوا حاقدين، ممكن يكونوا حاسدين، أو حتى ممكن يكونوا جاهلين. يقول الدكتور شيب ستيتر أننا نتلقى في 18 سنة الأولى من حياتنا 148 ألف رسالة سلبية، بينما نتلقى بالمقابل 400 رسالة إيجابية. لا يجي واحد يقول يا أبوي أنت ترى تقول كلام مبالغ فيه. لا، مو مبالغ فيه. أجلس الآن مع نفسك، كم مرة أنت جلست مثلا اشتريت شيء وقلت يا الله أنا ليش اشتريت هذا الشيء؟ والله إني غبي، والله إني ما يا أخي إيش اللي خلاني أشتري الشيء ذا؟ هذه الحالك أنت يمكن تجلس مع نفسك في مرة واحدة 100 مرة، فما بالك أنت لما يكون صاحبك يرسل لك رسالة سلبية، يا غبي، يا فلان، يا فلان، يا مدري. في ملك من الملوك جاله صقر هدية، وكان عنده وزير. الوزير هذا كان عنده فراسة وذكاء، فجاء استشار وزيره وقال له إيش رأيك في الصقر هذا؟ قال له والله يا ملكنا العزيز هذا الصقر من أجود أنواع الصقور، لكن مشكلة الصقر هذا أنه متربي مع دجاج. متربي مع دجاج. يلا مشاها الملك ومشي. بعد فترة جاله حصان هدية، وجاء قابل الوزير قال له يا وزير إيش رأيك في الحصان ده؟ قال له والله طال عمرك إنه ذا الحصان توب ما في بعده، من أفضل أنواع الخيل، لكنه متربي مع بقر. قال له يا أبوي تعال هنا، إيش قصتك؟ صقر ومتربي مع دجاج، حصان ومتربي مع بقر، من فين جبت المعلومات هذه؟ قال له يا ملكنا العزيز الصقور عاداتها وطبائعها إنها دائما تقف في قمم الجبال، ولما تيجي على الأرض ما توقف على الأرض، توقف يحطوا لها شيء كذا عالي شوية وتوقف عليه. بينما هذا الصقر من يوم ما جاء هو قاعد على الأرض وراز نفسه مع الدجاج ويحفر في الأرض ورد رقبته كده على صدره، وهذه من صفات الدجاج، وهذا يدل إنه متربي مع دجاج. قال له طيب والخيل؟ قال له الخيل عاداتها إذا جات تتنظف دائما تحك ظهرها بأسنانها، بطرف أسنانها، أو تقرب إذا كان بعيد تقرب على شيء قريب جدر أو أي شيء تحك جسمها فيه. بينما هذا من يوم ما جاء قاعد يلعق بلسانه ويلحس بلسانه جسمه ويتنظف، وهذه صفات البقر، وهذا دل انه هو متربي مع بقر. الشاهد هنا انه البهيمة تأثرت بمن تخالط، فإحنا كبشر أكيد بنتأثر بمن نخالط. إذا خالطنا ناس ناجحين بنتأثر فيهم، ممكن نصير ناجحين. إذا خالطنا محبطين بيقتلوا أي إبداع داخلنا أو أي تفكير وأي طموح وأحلام إحنا نفكر نوصل لها. هكذا نحن إن رأينا طموحا أو هماما لسلم المجد يصعد، إن قتل الطموح فن أجدناه وحس بغيرنا قد تبلد. في النهاية أحب أقول لصديقي المحبط المباشر وصديقي المحبط الغير مباشر إنه شبابنا وبناتنا ومجتمعاتنا فيها خير، والبرنامج إن شاء الله حينجح، وحيوصلوا البرنامج وحينشروه للناس، وحيسووا سبسكرايب معانا واشتراك في القناة هذه، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.